بصراحه يا شريف وكيل النيابه عنده حق. انت فعلا وصلت له المعلومات اللي تخلي الشك يزيد في الواد اللي اسمه نادر، بس برضه ده مش دليل اكيد على ان الواد الصايع ده هو اللي سرق الفيزا كارد من عمه. انت يا فطين كتله من اليأس. لا طبعا انت صح يا شريف، والمعلومات اللي انت جبتها دي مهمه جدا. فاضله تكه صغيره بس. وايه هي التكه يا سيد شارلوك هولمز؟ فاضل ان احنا نثبت عليه التهمه، يا اما هو يعترف يا اما حد يعترف عليه. لا طبعا ده عشم ابليس في الجنه، الواد ده لو الدنيا اتطربقت مش هيفتح بقه بكلمه. تعرفوا يا جماعه، بغض النظر عن يعني المشكله اللي واقع فيها ياسين والمشاكل اللي واقع فيها والمصيبه دي، انا اكتشفت ان احنا مقصرين في حق ولادنا تقصير رهيب. ازاي بقى؟ احنا كل اللي احنا متصورينه ان الاب ده لازم يشتغل ويتعب ويضخ فلوس في البيت وبس. بس ده غلط. معلش يا شريف، يعني احنا برضو لازم نعترف ان الدنيا بقت صعبه جدا، اكل العيش ما بقاش بالسهل. انت النهارده عشان توفر حياه مريحه لبيتك واسرتك وعيالك هتشتغل شغلانتين وثلاثه، هتشتغل ليل ونهار. ايوه، ما هي دي الغلطه اللي وقعنا فيها كلنا. امال عايز ايه يا شريف؟ نسيب شغلنا نقعد في البيت نراقبهم؟ لا يا بيه، نقرب منهم، نصاحبهم، نعرف تفاصيل حياتهم. انت قصدك يعني ان احنا نعمل نفسنا مصاحبينهم عشان نراقبهم؟ لا يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا، نصاحبهم بجد، نصاحبهم، نقرب منهم فعلا علشان ما يخبوش عنك حاجه ويحكوا لك كل اللي جواهم. وعلى فكره الكلام ده للولد والبنت، مش للولد بس. لازم تحسسهم بالامان كده. انا عمري ما تخيلت في حياتي ان العاب الجيمز دي تجاره بالملايين. انا مش مصدق، يعني حد يصدق ان لعبه بلاي ستيشن تودي ابني في داهيه؟ ويا عالم بقى مين غيره راح في داهيه وفي مصيبه هو كمان. تصدق يا شريف فعلا عندك حق، ده في جيمز خلت شباب كتير يحاولوا ينتحروا وفي منهم انتحر فعلا. لا اتفضل يا عم. اقول لكم ايه، احنا اولادنا بيتعرضوا لمؤامره، في ناس بيحطوا لهم السم في العسل، احنا لازم نلحقهم بقى قبل ما يشربوه. صدقوني والله انا الكلام ده بعد تفكير، يعني انا بقول الحقيقه بصراحه، ده اللي انا حاسه بصراحه.